وبمناسبة سنة 2025 قررت إني أحط لنفسي هدف أوصل له آخر السنة، وبما إني بحب أجرب كل التطبيقات والألعاب الموجودة على التليفون فقررت إني خلال السنة دي أجرب 1000 تطبيق ولعبة على التليفون، وده يعني إني لازم أجرب حوالي 3 تطبيقات أو ألعاب كل يوم، أو إني أجرب 20 تطبيق أو لعبة كل أسبوع، أو إني أجرب 84 تطبيق أو لعبة كل شهر، وده حرفيا هيبقى شيء مرهق جدا جدا جدا، بس مين عارف ممكن ده يكون رقم قياسي ويدخلني مسار جيس الأرقام القياسية. صوت صفير البلبل هيا. احلام البلاء طبعا، لان الموسوعه دي بتركز على الارقام العالميه اللي بيحققها الانسان في نفسه، زي اطول واحد في العالم، اقصر واحد في العالم، اتخن واحد في العالم، ارفع واحد في العالم، اضخم واحد في العالم، اكثر عدد توائم في العالم، اقدم واحد في العالم، واغرب حاجه في العالم. ولو جيت انا قدمت طلب على اكثر عدد تطبيقات والعاب اتجربت في سنه فمش هيعبروني اساسا، لانهم بيركزوا على الارقام القياسيه الملموسه اكثر من الارقام القياسيه غير ملموسه، بحيث انهم بيوصلهم اكثر من 40,000 طلب وهم كل اللي بيختاروه 4000. بس انا مش هدفي الاساسي اني ادخل الموسوعه، انا هدفي الاساسي اني اجرب 1000 تطبيق ولعبه على التليفون. كده دي هوايته بالمره، هو ده يكون محتوى القناه، وعشان اعمل كده لازم يكون في تيل ليست اقيم عليها، واكيد مش هستخدم موقع تيل ليست ميكر اللي كل الناس بيستعملوه، لان شكل الموقع على التليفون مش زي شكل الموقع على الكمبيوتر. وعشان كده انا بحثت في جوجل بلاقي عن تطبيقات للتيل ليست، وما تلقى 5 تطبيقات هم بس اللي ينفع يتقال عليهم تطبيقات تيل ليست. التطبيق الاول اسمه لومو، وهو التطبيق الوحيد اللي من وسط ال5 تطبيقات اللي لازم تفتحه بنت، ولما جيت اعمل تيل ليست عليه ما رضيش يشتغل، غالبا اني رفعت عليه اكثر من 30 صوره، بس هي لازمته هو من القدر يفتح عدد كبير من الصور، بس التيل ليست الجاهزه شغاله. والتطبيق الثاني اسمه رانك ايفريثينج اولويز، على قد ما الاسم جامد بس هو ابسط مما تتخيل درجه انه شلني. تقدر تعمل عليه كذا تير ليست زي ما انت عايز، بس التير ليست جامده، وانا هنا قصدي بجامده انك ما تقدرش تخصصها، فهم 7 تصنيفات غصب عنك بيبداوا باس وبينتهوا باف. التطبيق الثالث اسمه تير ليست ميكر، وهو ما يشبهش الموقع اطلاقا، هو زي التطبيق اللي قبله بس الخط بتاعه مستفز بزياده، بس على الاقل فيه تير ليست جاهزه وتقدر تحفظ التير ليست على هي الصوره. والتطبيق الرابع اسمه تير اب تير ليست ميكر، هنا علوا على تير ليست ميكر وحطوا تير اب، بس هو احسن منه بكثير، بحيث انك تقدر تخصص التير ليست زي موقع تير ليست ميكر بالضبط، بس علشان تعمل تير ليست جديده وتحفظ التير ليست على الصوره لازم تتفرج على الاعلان. واخيرا وليس اخيرا تطبيق تير ميكر برو، لما تفتح تطبيق اول حاجه تشوفها الشاشه الرئيسيه اللي معموله بربع جنيه في الشوب، بس اكتر حاجه جذبت اهتمام الصوره اللي فكرتني باللعبه اللي اتكلم عنها هيسل قبل كده واللي مش فاكر اسمها، تقريبا كان اسمها بورتال. المهم انه كان في زرين، زر عليه علامه استفهام والزر الثاني بيقول يلا بينا. طبعا دوست على الزر الثاني من غير تفكير، فتحت الليست الجديده وظبطتها، وقال لي ان علشان احط الصور لازم ادوس على زر زائد. قلبت يمين شمال فوق تحت ما لقيتش الزر، رجعت للصفحه الرئيسيه عشان ادوس على الزر اللي عليه علامه استفهام، ممكن يقول لي على التعليمات، بس طلع تعليمات ازاي احمل صور من النت، اللي مش عارف ايه علاقتها بالتطبيق. قعدت انا وزمايلي في الحصه لمده ساعه بنحاول نعرف ازاي نعمل تيل ليست في البرنامج ده، بس ما عرفناش، وكان ده اخر واسوء تطبيق من ال5 واللي شلنا حرفيا. وكده لا شك اني استعمل تطبيق تير اب لانه هو الوحيد اللي شغال اصلا. ما حد مهتم. وبس كان ده فيديو على السريع بعلم فيه عن تارجت وبجرب فيه كل تطبيقات التير ليست في نفس الوقت. لو وصلت لحد هنا فاكتب لنا كلمه تارجت في التعليقات وقول رايك بصراحه، ما اذا كنت هعرف حقق التارجت في الوقت المناسب ولا لا. ما تنساش انك تشترك في جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. لو بتحب الالعاب فروح اشترك في قناه هولو وايت ولا نقول تجربتي الالعاب عليها، ولو بتحب الشرطه فروح اشترك في قناتي الثانيه، ولو كنت من مستخدمين الانستغرام فما تنساش تتابعني هناك لانه هوثق التارجت هناك لحظه بلحظه. كان ده كل شيء، مع السلامه. الغاية اللي كانت حلمي من وانا صغير، يمكن تشوفوني تافه بس حلمي جدا كبير، بتتأكد اني صاير مختلف عن البقية، كمية احساس يجيني مليء بالمتعة والحرية.